السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله. اليوم البنات جيت نشارك معكم مقيله ديال الكروفيت اللي كتجي رائعه وزوينه والبنه يا سلام، طريقه سهله وبدون تعقيدات. والله يجازيكم بخير، الله يخليكم والهلا يخطيكم عليا. اللي شاهدت الفيديو ما تنسونيش اخوتي وخواتاتي من هذيك البسمه ديالكم، شجعوني يا خوتي باش دائما نجيب لكم الجديد والبساطه البنات. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير ان شاء الله. كنشكركم بزاف على لايكاتكم وعلى تشجيعاتكم، كومونتيراتكم الزوينه اللي كتحفزني وتزيد بيا القدام. الهلا يخطيكم عليا. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه البنات كنديروا المقله فوق البوطه على عافيتكم مهيله. نزيدوا واحد 4 كاس ديال الزيت النباتيه، تقدروا تستعملوا زيت الزيتون ولا تستعملوا الزبده. كنخلي هذا الزيت حتى كتسخن مزيان، غير تبعوا الفيديو حتى للاخر وغادي يجيكم واحد الكروفيت اللي هو رائع وزوين والبنه بحال ديال الريستورات تماما. بعد ما خلينا الزيت حتى سخنات غادي نزيدوا واحد المطيشه اللي قطعتها بحال ما هكايا على شكل هلال، نص ديال البصله خضاريه، نديرو غير النص باش كيعطينا واحد المذاق زوين في الكروفيت. بسم الله. ساهله الطريقه البنات، غير تبعوا الفيديو حتى الاخر باش يجيكم زوين هاد الكروفيت ويجيكم رائع. هذه الطريقه ديالي البنات باش كنصايب الكروفيت وكيجي رائع وكتجي فيه البنه بحال اللي كناكلوه في الريستورات تماما. نخليوها تشحر غير واحد شويه ونزيدو عليها الكروفيت من الفوق والثوم. نزيدو شويه ديال الملح اللي كتبقى على حسب الذوق، ما نكثروش الملح البنات ملي كتعرفوا الكروفيت راه كيكون مالح. نزيدو واحد راس معلقه ديال الابزار. التوابل البنات غادي ندير غير الابزار والملح فقط. صافي غير كتشحر ليا شويه بحال هكايا ونزيد عليها. عندي هنايا البنات كيلو ديال الكروفيت اللي غسلته مزيان بالخل وحيدت له هذاك الراس، حيدت له غير راس، ما نقيتو ما والو، حيدت له غير راس. كما كتعرفوا هذاك الراس كيدير لنا الخش بزاف، من الاحسن نحيد له الراس ديالو البنات. كما كنقول لكم البنات دائما استعملوا غير اللي عندكم في الدار. عندي هاد الكروفيت رقيق شويه ولكن راه كيجي لذيذ وزوين بزاف في المعجون. ندير 5 ديال الضريفات ديال الثوم، غادي نحكهم بحال هكا بالحكاكه. ما تنساونيش من تشجيعاتكم البنات، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. كنكثروا شويه الثومه بحال هكا حيت هي اللي كتقادو. عندي واحد نص حامضه اللي عصرته، غير نص حامضه كنعصروه بحال ما خرج لينا، كنزيدوه بحال هكايا ونخلط هذاك الكروفيت ديالي. ما نلونش، نهز غير هكا من التحت ونفحص غير هكا بشويه. طريقه سهله البنات وواضحه. كون هذيك البصيله مع هذيك المطيشه كتطلق فيه واحد البنه زوينه ما تشبعوش منه البنات.
كياخدش لينا وقت كتير باش يطيب، غير واحد 5 ديال الدقائق ولا 6 ديال الدقائق دغيا كيكون واجد معانا. التوابل اللي درنا البنات في هاد الكروفيت غير البزار والملحه، الفلفل الاسود والملحه فقط اللي درنا. شوفوا معايا هاد المطيشه ملي كتدبر تعطينا واحد المنظر جميل في الكروفيت. غادي نزيد واحد شويه ديال الربيع، كان عندي في المجمد، تقدروا ديروا الربيع طري الا عندكم. انا كان عندي في المجمد نخلط قزبر ومعدنوس. كنخلطو غير بشويه باش ما نرولوش الكروفيت ديالنا. ما كياخدش معنا البنات وقت كتير، 7 ديال الدقائق حتى 6 ديال الدقائق بحال ما هكا صافي وكيطيب. غادي نزيد واحد شويه ديال الزعتر غير باش كنسمو. نتمنى تجربوا هذه القيله ديال الكروفيت. طريقه سهله بدون تعقيدات، كلشي درناه في المقله البنات بلا ما نقولوا الطباسل والماء. صافي الكروفيت ديالنا ها هو واجد. قدموه بالشكل اللي حبيتو نتومايا. وهذا هو الطبق ديالنا ديال الكروفيط البنات، كيشهي ما شاء الله. اللي شهيتها تسمح ليا. شوفوا البنات كيفاش كيجي، نقرب لكم الكاميرا شوفوا معايا ما شاء الله البنات. والمذاق البنات بحال ديال الريستورات تماما المذاق ديالو. غير جربوا هاد الطريقه غادي تعجبكم بزاف، وغادي تبقاو دائما معتمدين على هاد الطريقه. ما تنسونيش اخواتاتي من تشجيعاتكم، ما تنسونيش من لايكاتكم، كومنتاراتكم الزوينه اللي كتحفزني وتزيد بيا القدام. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده وشهيوه جديده ان شاء الله.